السلام عليكم متتبعين قناة أمل ميمي، إن شاء الله تكونوا لاباس وبخير وبصحة جيدة. حبيباتي أخواتي في الله، اليوم جيتكم بوصفة كما تعرفوني أني نلبي طلبات الأوفياء تاعي. قبل ما نبدأ الفيديو حبيت نهضر معاكم، مجرد اعتبروه مجرد كلام ولا اعتبروه هذا رأي تاعي الشخصي. أخواتي في الله، كما تعرفوا أني حققت الشرط الأول لكن راني نعاني مع الشرط الثاني، والشرط الثاني هذا ما نقدرش نحققه بلاش الأوفياء اللي عطوني الابوني تاعهم وعطوني الثقة تاعهم. حبيت نوجه لهم نداء، نتمنى انهم يدخلوا للقناة ويبينوا رواحهم، لانه التعب تاعي راح يروح خسارة. عندي فوق 1000 مشترك لكن كاين غير 34 ولا 50 متفاعل. نتمنى الألف هذا اللي بيهم وصلت به القناة تاعي الشرط الأول. نتمنى أنكم تبينوا رواحكم وكل واحد يشاهد الفيديو تاعي، على الأقل يقدر المجهود تاعي، أني نبذل مجهود باه نوصل لكم وصفات. كما تعرفوا وصفات قناة أمل ميمي مضمونة 100%، يعني ما نقدرش نحط لكم وصفة بلا ما تكون مجربة. كما تعرفوا أمل ميمي مختص أعشاب، وراح تمد لكم الوصفات تاعها اللي تخدم بهم مع الناس. مانيش راح نبخلكم، يعني من القلب اليكم، عليكم غير نتوما تتبعوا الخطوات وش راني نقول والنصائح. ان شاء الله راح كل واحد فيه يلقى الضاله تاعو في القناه تاعي. لكن يا اخواتي، يعني اخلاقا، يعني الخلق تاعكم والاصل تاعكم انكم كي تشاهدوا الفيديو فضلا وليس امرا حطوا لايك للفيديو، ما راح ينقص لكم حتى شيء، بالعكس راح تخليوا الفيديو يبان ويشوفوا عدد كبير من المشاهدين. نتمنى اني هذا القناة تاعي موجهة للاخوات اللي ذوات الدخل المحدود، الاخوات اللي يحوسوا على علاج وما لقاوهش، الاخوات اللي يحوسوا على امل نتاع الشفاء. انا بهذا القناة راح نوصل لكم ابسط الوصفات ووصفات اقتصادية وعلاجات مضمونة. كما راكم تعرفوا البداية تاع قناة أمل ميمي بالوصفات الطبيعية نتاعها، لكن نتمنى أنكم تبذلوا مجهود كما راني نبذل معكم مجهود. تفعيل الجرس مع ضغط زر الاشتراك. الأخوات الجدد مرحبا بكم في قناتي. ما تنسوش اذا لقيتوا الفيديو مفيد بارطاجوه مع الاحباب والاخوات، وان شاء الله كل وحده تدعم فيا نتمنى لها يا ربي يرزقها وش راهي متمنيه في قلبها. حبيتكم انكم ايها الجزائريين والجزائريات واخوات العرب اللي دعموني بزاف نتمنى لهم تحيه كبيره. اما بالنسبه للجزائريين، كل وحده عندها قناه تترك لي تعليق، راح ندعموا القنوات الصغيره ان شاء الله. راح نلبي كامل الطلبات تاعكم. ما عليكم غير تدخلوا الرابط تاع الفيسبوك تاعي وتبعثوا لي القناه تاعكم، وان شاء الله ندعموا بعضنا. المهم حبيباتي، اليوم جيتكم بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. زينوا هذا القعدة بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين، واستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما راكم تلاحظوا اليوم جيتكم بوصفة للتنحيف، خاصة اللي عندها دهون عنيدة في كامل الجسم واللي عندهم أمراض المعدة. اليوم جيتكم كيفية رائعة ومليحة، حتى اللي عندهم الكولون ولا المصران. هذا الوصفة راح تساعدكم بزاف، يعني 3 في 1 وصفة عندها كما نعرفوا أن شجرة العرعار مفيدة للجسم، وهذا بالذات هذا العشبة هذه أنا جبتها لكم باش تفيدكم، خاصة مجربة للدهون، وعطتها لي وحدة فاميلتنا، مديتها لماما وجربتها، كانت توزن قنطار و25 كيلو، الان راهي توزن 70 كيلو. جربتها، مديت لكم الكيفيه كما عطتها لي وكما جربتها انا ثاني. كيفيه رائعه، راح تحسوا بعد الوقت مع مرور الوقت من استعمال هذا الوصفه راح تحسوا بالشبع، وراح تفيدكم بيان سور مع الرجيم تاعكم. حبيت نقول للبنات اللي دايرين ريجيم، نصيحه تاعي كمختص اعشاب ليكم،
باللي الاعشاب هذو التيزانات هذو اللي رانا نمدو لكم فيهم ماهمش راح يفيدوكم. علاه؟ مش راح يفيدوا اللي عندها وزن زائد وسمينه، راح يفيدوا الناس اللي زعما مثلا يحبوا نحيو الشحوم في البطن ولا الذراعين ولا والوزن تاعهم يكون ماشي سمين. لكن اللي تكون سمينه ودير تيزانه تقولي حقه ما الوصفه تاعك لم تفيدني بشيء. نقول لك يا حبيبتي، هذا التيزانات راح يحرقوا الدهون الجديده ويخليوا الدهون المتراكمه القديمه. مثلا اذا الجسم تاعك يعني راكي سمينه وتاكلي فوق 2000 سعره حراريه فوق الجسم تاعك، بحاجه بينه راح يزيد الوزن تاعك. انا نصيحتي ليك لازم تقللي من السعرات الحراريه وتعتمدي على هذا الاتزانات. راح تنقصي كما وصفه لبان ذكر، راح نخليها لكم في الرابط. شوفوا وصفه روعه، جربوها الاخوات وشوفوا التعليقات. نقصوا 2 كيلو في اسبوع، نقصوا 2 كيلو في اسبوع. نتمنى انكم تدخلوا للرابط، راح نتركه لكم في صندوق الوصف. كما نعرفوا لبان ذكر مفيد بزاف، عنده فوائد كبيره كما ذكرتها لكم في الفيديو باش ما نطولش عليكم في الفيديو. قلت لكم اخواتي الكرام، هذو الوصفات راح يساعدوكم باه تنقصوا الوزن الزائد نتاعكم. لازم تقللوا من السعرات الحراريه، ما نقولكش ديري ريجيم قاسي، لكن قللي من السعرات بتاع ديال الحلويات والغازات والعيشه تاعك. ديما ديري طبق تاع خضار، ولا مهم الابتعاد على كل ما يزيد الوزن. وهذه الوصفه ثاني بدون ريجيم تنقصي باذن الله سميع العليم. مش حنسحقوا هنايا، نسحقوا عشبه العرعار مطحونه، راهي متوفره عند العشاب. لقوها باثمان رخيصه جدا. نستحقوا علبه ياغورت طبيعي، علبه كامله. انا اليوم درت ياغورت نورمال باش نوضح لكم الكيفيه. وحتى ماشي متوفر له الطبيعي قادر يدير ياغورت هذا ما فيش بزاف. البنات راح ناخذ ملعقتين من هذا العشبه تاع العرعار في هذا اليوم. واللي ما يتحملش المراره تاعو ياخذ ملعقه. انا راح ندير ملعقه ونص لخطر الملعقه راهي كبيره. حبيباتي نخلطوا المكونات جيدا، نخلطوا المكونات تاعنا جيدا. نقول لكم طريقه الاكل تاعها. العرعر عنده فوائد كثيره، خاصه اللي عندهم امراض المعده والم شديد في الاستوما. هذه العشبه شجره يجيبوها العشابين ويرحيوها ونتحصلوا على هذا الخليط. شوفوا الرائحه تاعها صح مليحه، بصح راهو عنده مراره ما تقدروش تتحملوها، لكن باش تبراو وباش يعطيكم نتيجه مليحه وتتخلصوا، صدقوني تخلصوا من الدهون كامل تاع الجسم. راح ناخذ هذا الياغورت تاع ياغورت طبيعي ولا ياغورت اللي متوفر عندكم. راح ناخذوه على 10 تاع الصباح. 10 تاع الصباح ناكل علبه من هذا الخليط يوميا حتى تحصلي على الوزن اللي سحقتيه وراح تبان لك النتيجه. المهم حبيباتي، هذا الوصفه اللي مقدمت لكم الوصفه نتاع العرعار مع الياغورت. والعرعار صدقوني جربوها مفيده عند تناول هذا العلبه تاع الياغورت المخلطه مع العرعار. راح تتخلصي من الم المعده لانه يطهر ويقوي المناعه ومفيد بزاف. وراح تتخلصي من الدهون المتراكمه في الجسم تاعك. نتمنى انه هذا الفيديو يكون لحقكم وتبعتوه من الاول للنهايه. واللي عندها اي سؤال تتركوه في التعليقات. المهم حبيباتي، اللي هنا ينتهي بي لقائي بكم. ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه كما عودتكم قناه امل ميمي. تهلاو في روحكم حبيباتي، وما تنساوش ان تدعموني لايك 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 لايك، يهمني بزاف كثروا اللايكات. المهم حبيباتي، راح نزيد نحط لكم وصفات للتجميل بالعرعار ثاني باش نتخلصوا من الحبوب والبثور في الجسم. ترقبوا الفيديو ان شاء الله في الايام القادمه حبيباتي. وصفه سهله مفيده
ومن العند وبتكلفة رخيصة، ما راهوش غالي كامل. هذه الكمية شريت 100 غرام ب10 آلاف، شريت 100 غرام ب10 آلاف، راح يدلك لمدة شهر كامل. المهم حبيباتي انا طولت عليكم على بالي. المهم حبيبات، تهلاو في روحكم، وبقاو على خير في فيديو اخر ان شاء الله.